رجعت لكم ببارت جديد، يلا بينا نكمل. وتاني يوم كان ليه في اوضته، كان بيسأل نفسه اذا كان اللي حصل امبارح ده حقيقي ولا مجرد حلم. بس لما فاق افتكر ان هو حقيقي قابل مين كان جديد امبارح. كان بيكسر ايده ياخد دش وبيسأل نفسه ايه اللي حصل بعد ما مشيوا. كان الموضوع محرج جدا بالنسبة له انه يفتكر ازاي الشخص اللي هي بتسميه قباه ده خدها اوضة الفندق. بس بعدين افتكر كلام الراجل ده وبص في المراية وقال لنفسه بنظرة جدية: انا ماليش علاقة بالموضوع ده خالص. وليسيوب رايح الشغل في موقف العربيات ابتسمت له مين كانج وحيته. بصلها ليسيوب وهو بيفكر هي ازاي مين كانج شكلها كده زي كل يوم، باين انها نامت كويس جدا حتى انه مش باين عليها اي اثار للسهر. وهو عمال يفكر فجأة مين كانج اللي كانت قاعدة قدامه التفتت له وابتسمت له. بس ليه على طول ود وشه الناحية التانية وبص على الشباك، وفضل يقول لنفسه انه مش عايز يبص في وش مين كانج ولا حتى يسمع صوتها لان صوتها ده بيزعجه. بعد كده أدرك حاجة وراح سأل نفسه سؤال غريب جدا. سأل نفسه هو أنا إيه اللي بيزعجني في ده بالظبط؟ وليسيوب كان سارح في تفكيره وعدى دقايق وكان وصل منطقة الشغل في مبنى تيكي. مين دخلت مكتبه وقالت له إن الغدا جاهز. بس لما سمعها بصلها بجدية ولف وشه بسرعة وقال لها إن هو مش عايز ياكل وطلب منها إنها تلغي كل مواعيده النهاردة لأن هو مش حاسس إن هو كويس خالص. ردت عليه مين كانج إن هو مفيش مشكلة وخرجت وقفلت الباب وراها. بس لما قفلت الباب فضلت تفكر إنها لازم كانت تدير بالطو. مين كانت حاسة بالندم على كل حاجة، كانت بتسأل نفسها إذا كان لازم تفضل تمثل دور إنها مش فاكرة حاجة كده ولا تجيبها من الآخر وتعتذر وخلاص، بالذات إنه واضح جدا إن هو مش عايز يشوفها النهاردة خالص. خرج ليه من مكتبه ولما قعد في العربة طلب من السواق كيم إن هو ياخده لأي مكان. قال له السائق كيم إن هو هيوديه لضفة النهر لأنه شايف إنه لو راح لمكان مفتوح هيكون كويس بالنسبة له. سأله ليه هو أنا باين عليا قوي كده إن أنا متضايق للدرجة دي. رد عليه السواق كين إن هو عادة بيتصل بيه لما بيكون عنده حاجات كتيرة في دماغه، علشان كده السواق كين فكر إن هو يروح فين عشان المدير يحس براحة. وافتكر ساعتها إن المديرة مين قالت له إن لما الواحد بيحتاج يصفي دماغه مفيش حاجة أحسن من إن هو يجري على ضفاف نهر هان. اتفاجئ ليه وفتح عيونه وسأل السواق كين هي مين كمان بتلعب رياضة؟ رد عليه السواق كين وهو مبسوط هي قالت إنها بتحب الرياضة قوي لدرجة إنها بتجري 10 كيلو. اندهش ليه وما كانش مصدق إن مع حياتها المليانة شغل دي هي لسه لاقية وقت إنها تمارس الرياضة. وهو بيفكر في ده تخيل صورتها جذابة ومشرقة وهي بتشرب مية بعد التمرين ولابسة هدوم رياضة جذابة جدا. مجرد التفكير في ده خلى وشه يحمر وقعد يكح علشان يغطي على نفسه. وصرخ في السواق كيم وقال له اسكت بقى شوية انت مزعج جدا. وبالليل راح ليه سيوب لبيت جده. اجتمع ليه سيوب مع أخته الصغيرة سوجين وابن عمه جون. اتفاجئت سوجين إنها شافته في العشاء العائلي إن هو عادة يعني بيختلق أعذار ومبيجيش. رد عليها ليه سيوب وقال لها إنها بتتكلم كأن هو الوحيد اللي مبيجيش يعني. وبص على جون وسألها هو ليه هنا. رد عليه جون وقال له إن هو جه النهاردة علشان هيخطب ويون وعلشان كده لازم يشوف الرئيس النهاردة. لما سمعت سوجين الخبر نطت من الفرحة وقالت لابن عمها إن ده شيء رائع جدا. بس بالنسبة لي الموضوع ما كانش مهم أوي بالنسبة له. كفاية أوي إن الموضوع كان كبير جدا في المجلات. كل الأخبار بتقول إن الشاب من الجيل التالت جون سيوب اختار الحب على الشركة العائلية. بنت عمه كانت متحمسة جدا وسألته هو يا ترى فين ممكن يلاقوا رومانسيين كده زيهم. وكانت بتشتكي إن أخوها الأكبر اللي هو طبعا ليه سيوب بيشتغل كل يوم ما قدرش حتى إن هو يحصل على علاقة حب واحدة. بص ليه لأخته وهو زعلان من هزارها وسألها هو انت عايزة تضايقيني مش كده. وراح قام ليه وقال لها عموما انسى الموضوع، انا هطلع من هنا عشان عايزة اشم شوية هوا. وليه سيوب خارج بص على جون وندهله وقال له ان هو يجي يقعد معاه بره شوية. لما طلعوا بره فتح جون الشراب وبدأ يشرب منه. وهو عمال يشرب فضل الشراب يقع عليه. لما شافه ليه انصدم وقرف من اللي هو شافه. بعد ما خلص جون الشراب قال له ان سوجين قالت له ان البنات بيحبوا قوي يشوفوا الشباب وهما بيشربوا كده. وبعد كده راح غير الموضوع وسأله ها عايزني في ايه بقى. رد عليه لسيوب الموضوع بيخص المديرة مين. وراح بصله بحدة وقال له انا عايزك ترجعها لفريقك حالا. رد عليه جون ان هو ما يقدرش لان هو عنده موظف جديد وكمان ان إبا بتعمل شغل ممتاز جدا جنبه. مفيش اي سبب يخليهم يرجعوها صح. قال له ليه انها طيبة زيادة عن اللزوم عشان تكون سكرتيرة. رد عليه جون بس كده ولا في مشكلة تانية مع النائبة مين. سكت ليه ووشه احمر وبان عليه الخجل الشديد.
وما كانش طبعا عنده أي كلمات يرد بيها. وخلص الموضوع هنا. وتاني يوم كانت سوجين بتصرخ في وشه عشان يصحى، ولما صحي ليه وريته سوجين خبر على تليفونه، والخبر كان بيتكلم عن حفيد مجموعة تيكي اللي تم التقاط له صورة وهو خارج مع واحدة غامضة. لما قرا ليه سيوب الخبر اتصدم جدا وسأل أخته هو ايه ده؟ ردت عليه سوجين وهي بتهزر ده ليه سيوب اللي محدش يعرف عنه حاجة لأن هو غامض جدا. انت ظهرت في الإعلان مع واحدة في بار فندق وده لفت انتباه الجمهور. قربت منه وسألته ها بقى مين دي؟ سكت ليه وما ردش. سوجين عموما كانت عارفة إن أخوها مش هيقول لها حاجة، فقعدت وقالت له إن هو ينسى الموضوع لأنها هتخمن بنفسها مين هي. وبعدين راحت بصيت له من طرف عينها وسألته هي الشخصية دي نائبة المدير مين؟ اتقلب وش ليسيوب وحمر وشه جدا وصرخ من اليأس لأن هو حس إن هو انكشف. وراح سأل أخته هو أنت عرفتي إزاي؟ ردت عليه سوجين إنها معرفتش ولا حاجة، ده كان مجرد تخمين بس. اتعصب ليه لأن هو عارف إنها كانت بس بتخمن. قربت أخته الصورة وقالت له إنها ما شافتوش أبدا بيحضن واحدة، عادة هو ما بيحبش يلمس حد، ده مستحيل فعليا. وبعيون مليانة شغف سألته إذا كان دي بداية قصة حب في المكتب. رد عليها أكيد لأ انتي فاهمة غلط. زعلت منه سوجين وقالت له إن أخوها محتاج شوية رومانسية في حياته، لازم يقع في الحب ويكون عنده علاقة. راحت سألته ها بقى امتى هتفكر تعمل كده؟ بعت ليه سيوب عن أخته وطلب منها إنها تتكلم معاه من بعيد شوية. اتضايقت سوجين وردت عليه بكل تحدي وقالت له لو العلاقة بينك وبين مين مش كده ما تقولش بقى إن انت ناوي تتجوز بنت عيلة شوي، عايز بقى تتجوز البنت دي عشان تحافظ على التناغم بين مجموعة تيكي ومجموعة شوي، عايز تتجوز زي ما بيقولوا الكبار جواز صالونات يعني، كل ده عشان عايز يتم الاعتراف بيك كخليفة حقيقي لمجموعة تيكي، وعلشان كده بقى انت محافظ على عفتك طول عمرك. لما سمع ليه الكلام ده اتصدم وقال لها لا مش كده ابدا. راح بعدين استسلم لاخته وقال لها بصراحة انا مش عارف حاجة عن موضوع الزواج المرتب ده، بس برضو انا مش حابة اوعد حد الفترة دي. ردت عليه سوجين وقالت له انها مصدقاه. كمل ليه سيوب وهو محرج جدا انه بس هيخرج مع المرأة اللي بيحبها من اول نظرة. لما سمعت اخته كلامه بدأت تضحك وقالت له هو حقيقي اكتر شخص صادق شافته في العالم. وراحت قربت منه وطلبت منه الفيزا بتاعته، قالت له ان هو ما يخافش هي هتدعم قصة رومانسيته، وراحت شكرته على المصروف ومشيت. بعد ما مشيت اخته فضل ليه لسه بيفكر في الشائعات، كان باين جدا ان هو معجب بالانسة مين. وبعد شوية لما وصل لمكتبه قابلته مين اللي كانت عايزة تعتذر عن الأذى اللي هي سببتهوله، المسكين حياته الشخصية اتبهدلت بسببها. بس هو رد عليها وقال لها ان رغم كل الشائعات والاخبار دي مفيش داعي انها تحمل نفسها المسؤولية، كمان هو غلط لان هو اتدخل في حياتها الشخصية. ردت عليه مين وقالت له بحماس انها كمديرة مساعدة شايفة ان اللي بيحصل ده مش مقبول تماما، وما كانش لازم انها تسمح لحاجة زي دي تحصل ابدا. كانت غلطتها لانها ما وقفتش الشائعات الكاذبة وخلتها تنتشر اكتر. وراحت وعدته بحماس انها هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان اسم المدير ما يتورطش اكتر من كده. وانحنت له مين كانج مرة تانية وقالت له انها حاسة بالخجل من نفسها. رد عليها ليه سيوب تمام كفاية كده دلوقتي. وراح سألها لو كان عنده مواعيد تانية. ردت عليه ايوه في جدول خارجي النهارده لشركة مقاولات. بصيتها ليه سيوب وقال لها طيب تمام يلا بينا. ردت عليه مين كانج انها تجهز العربة وهما الاتنين في الاسانسير. كان ليه بيسأل نفسه إذا كان ضروري فعلا ان مين تنحني بالشكل ده عشان بس تعتذر، ولسه بيسأل نفسه هي عايزة ايه بالظبط. اتفتحت ابواب الاسانسير بس كان في كاميرات كتير قوي حواليهم. اول ما شافهم ليه بدأ يحس بالذعر، حس ان هو بيدوخ وبدأ يفقد وعيه. اتوترت مين لما شافت وشه شاحب قوي كده وتنفسه متقطع. راحت بصت على جسمه لقيت جسمه عمال يترعش. اندهشت مين كينج وسألت نفسها هي معقولة دي نوبة هلع. فجأة وصل قدامهم السواق كين وطلب منهم ان هم يركبوا بسرعة. ومجرد ما هربوا بصت مين كانج على ليسيوب وسألته اذا كان بخير. بس هو طبعا ما كانش كويس خالص، ما كانش عارف ان هو يتنفس. طلبت منه مين كانج ان هو يهدى ويحاول يتنفس بالراحة. بس فجأة فقد ليسيوب وعيه وبعدها نام على رجليها. وهنا بقى نعرف سبب اللي حصل لليسيوب ده. والد ليسيوب كان صارم جدا، من وهو صغير كان بيقوله ان هو اللي هيكون مالك تيكي، علشان كده الكل كان بيراقبه. وكانت حياته اليومية مليانة مصورين وأضواء، وده كان بيرعبه جدا من وهو صغير. كان دايما في كتير من البابراتسي بيراقبوه. ما كانش حتى قادر ان هو يكون ولد طبيعي في المدرسة. ودايما كانت كلمات ابوه ليه ان هو ما يتصرفش ابدا بعفوية، ولازم يحافظ في كل وقت على تصرفاته. لحد ما جه يوم كان في جلسة تصوير عائلية، ولما طلب منهم المصور ان هما يبتسموا وطلع الفلاش حس ساعتها ليسيوب بفزع واغمى عليه.
نرجع تاني بقى للي سيوب، اللي لما صحي فجأة لقى نفسه في المستشفى، ولما حاول يقوم من على السرير افتكر اللي حصل له قدام الشركة. اتضايق وقال لنفسه ان هو كان فاكر انه قدر يتجاوز الموضوع ده، ولما بص قدامه شاف مين نايم على الكنبة اللي قدامه. اندهش ليه سيوب انها فضلت جنب كل ده، حتى لما انتهى وقت شغلها مرجعتش بيتها. اكيد كانت تعبانة جدا. صحيت في الوقت ده مين من نومها، ولما شافت ليه سيوب قام مسكت كتفه وحاولت انها توقفه، وقالت له ان هو لسه ما يقدرش ان هو يمشي. رد عليها ليه سيوب: لا انا كويس جدا ومفيش داعي انك تقلقي. طلبت منه مين كانج ان هو يرتاح، بس رد عليها ليه سيوب انها تقدر تمشي وترجع بيتها، هي اكيد تعبانه جدا. وقفته مين كانج وقالت له: لا انا كويسه جدا ما تخافش، انا فضلت موجوده هنا بارادتي لان انا مسؤوله عن حالتك دي. كمان انا سمعت ان انت بتنسى انك تاكل وجباتك، علشان كده انا مش همشي من هنا الا لما اتاكد ان انت خلصت اكلك كله. جابت له مين الاكل وقالت له ان حتى لو الاكل ده مش ذوقه لازم ياكله كله. بالمناسبه المشكله اللي حصلت النهارده اتحلت بطريقه ما، ومش هتنتشر في الاعلام، فعشان كده مفيش داعي ان هو يقلق. شكرها ليه سيوب، بس وهو جاي ياكل سمع صوت معدتها. اندهش ليه سيوب وفضل يضحك وقال لها: روحي جيبي لنفسك اكلك، لان انا مش هاكل الا لما انتي تاكلي معايا. وفعلا راحت مين كان جابت اكلها، وفضلوا هما الاتنين ياكلوا مع بعض. بصلها ليه سيوب وقال لها ان هو كان فاكرها روبوت. اتفاجئت مين كانج وسألته: قصدك ايه؟ بصلها ليه وقال لها انه عادي جدا، شعرها ممكن يكون منكوش وهي بتاكل انها جعانه زي بقيه الناس. اندهشت مين وقالت له انها تقوم تصلح شعرها، بس وقفها ليه وقال لها ان هو ما كانش يقصد كده. وبعدها بدأ ليه سيو بيحكي لها انه من 20 سنة لما فشل للمرة الأولى أبوه كان صارم جدا عليه. من وهو صغير كان دايما بيقوله حاجات زي لازم تكون دايما مثالي أو ما ينفعش تكون مش منظم. الصحفيين كانوا دايما بيتبعوه في كل مكان عشان يحصلوا على الخبر الأول. كان لازم يكون دايما حذر في كل حاجة بيعملها. طبعا ده كان طبيعي، بس مع ذلك هو كان عايش في قلق كل يوم، لأن أفعاله وكلماته ممكن تضر الشركة. وطبعا مع كون الصحفيين منتظرين منه أي خطأ، افتكر إن هو اتعود على ده واتعود على الأضواء. بس واضح إن هو كان غلطان، لأنه في يوم من الأيام خلال جلسة تصوير عائلية بعد ما شاف الفلاش أغمى عليه، راح بصلها وقال لها: بس في النهاية يعني اللي أنا عايز أقولهولك هو إن إحنا لازم دايما نسترخي ونعيش لحظتنا. قال لها الكلام ده وهو بيبتسم لها ابتسامة خفيفة كده، بس الابتسامة دي خلت وشها يحمر جدا ومتقدرش إنها تنطق. بصلها ليه وقال لها إنه واضح إن هو اتكلم كتير جدا، فطلب منها إنها تاكل. وهي بتاكل فكرت مين كانج إن ليه واضح إن هو بيواجه صعوبات أكتر من اللي هي كانت فاكراها. قالت مين كانج إنها هتحضر الاجتماع بالفيديو الصبح. بص ليه سيوف في ساعته لقى إن الوقت متأخر جدا، كانت الساعة 3 الصبح. قال لها: بدري جدا الساعة 8، انتي كده مش هترتاحي. ردت عليه مين كانج إنه بما إن الجدول كان امبارح هيبقى صعب إنها تأجله تاني لأن المواد جاهزة بالفعل، فمفيش داعي إن هو يقلق، وودعته. قال لها ليه إن هو كده كده مفضلش غير ساعات قليلة على موعد الشغل، وراح سألها: هو انتي ليه ما تناميش هنا؟ بس طبعا ما أدركش الكلام اللي هو بيقوله غير بعد ما خرج من بقه. ساعتها احمر وشه وحس بخجل شديد جدا وقال لنفسه: إيه السؤال الغريب ده؟ بس لحسن حظه ان مين ما سمعتهوش. سألته مين: هو انت عندك حاجة تانية تقولها؟ طبعا ليه اتوتر اكتر وقال لها: لا لا مفيش حاجة، يلا استعجلي بسرعة وارجعي البيت. وبمجرد ما مشيت مين فضل ليه يصرخ في نفسه ويقول: هو ايه ده؟ هو انا ضربت راسي بحاجة لما وقعت ولا ايه؟ وبعد ساعات لما طلعت الشمس كانت الساعة 8 الصبح، وكان ليه بيقوم من سريره وقال لنفسه انه على الرغم ان هو نام كتير امبارح الا ان هو برضه حاسس بالتعب جدا. وفجأة خبطت مين على الباب، ودخلت مبتسمة ابتسامة جميلة جدا. بص عليها ليه وهي بتشتغل وفضل يفكر إنها أكيد تعبانة جدا، بس مع ذلك ولا مرة أظهرت ده. بنت بتتصرف عادي جدا بطبيعتها. بس اللي أنا مش عارفه، أنا مش عارف إزاي أرجع لطبيعتي تاني. امبارح قعدت أقول شوية حاجات كده ملهاش لازمة، يمكن كل ده كان بسبب حالتي. أنا امبارح كنت عاطفي قوي بزيادة. وليه عمال بيفكر قامت مين وقفت وقالت له إنها ظبطت الجدول الصباحي النهاردة، وظبطت كمان جدول بقية الأسبوع وخليته فاضي عشان يقدروا إن هما ياخدوا في الاعتبار الحالة الصحية ليه. شكرها ليه وهو بيتكلم معاها. فجأة باب غرفة المستشفى اتفتح، وسو جين جت عشان تزور أخوها. بص ليه على سو جين وسألها وهو مرعوب: هو انت ليه هنا؟ ردت عليه إنها جاية لأن أخوها الكبير أغمى عليه ودخلوه المستشفى،
وطبعا لازم تيجي عشان تشوفه. وقالت له بالمناسبة ماما بعتت لك ده، واديته باقة الورد. ليه كان مرعوب وسأل أخته تاني إذا كانت مامتهم عارفة اللي حصل. ردت عليه سوجين إن هو في ورطة كبيرة لأن ماما راحت بوسان تدور على أعشاب طبية ليه. أول ما سمع ليه سيوب إن مامته راحت تدور على الأعشاب دي تاني، حس بالصدمة وقال مش عايز أخد الأعشاب دي تاني. مين عمالة تتفرج عليهم بتفكر إنه باين عليه إن عنده علاقات كويسة قوي مع عيلته. أول ما سوجين لاحظت وجود مين، جريت بسرعة وسألتها هو انتي مين كانج صح؟ انحنت مين وعرفت نفسها إنها سكرتيرة المدير التنفيذي لسيوب. حمست سوجين جدا وقالت لها إنها شافتها قبل كده، مش هي اللي حصلت على المركز الأول في المنافسة الرياضية للشركة صح؟ كانت رائعة جدا. ليسيوب كان باصص عليهم وهو حاسس بالحرج الشديد جدا من كلام أخته، وقال لها إنه كفاية كده لو خلصت تسيبها من الكلام الغريب ده وتمشي بسرعة. قربت سوجين من ليسيوب ووشوشته وقالت له إن هو يسيبها تساعده، كمان هو لازم يقول لها على كل حاجة عشان تقدر تساعده. استغرب ليه لما سمع كلامها وسألها تساعده في ايه بالظبط، كمان هي عايزاه يقول لها ايه. سابته سوجين وراحت لمين كانج. اول ما شاف لي سيوب اخته بتجري عشان تقرب من مين كانج صرخ ونده عليها، بس طبعا سوجين مركزتش معاه وقربت من مين كانج وقالت لها لو ممكن يشربوا قهوة مع بعض. وفعلا راحوا هما الاتنين عشان يشربوا قهوة مع بعض. وهما الاتنين بيشربوا القهوة سألتها إذا كانت استغربت من اللي حصل امبارح. ردت عليها ما توقعتش ان هو يغمى عليه بالشكل ده، بس النهاردة شافت إن هو حالته بقت أحسن فبقت مرتاحة. أساسا بالنسبة لسوجين كان طبيعي جدا للي سيوب إن هو يغمى عليه بين الفترة والتانية، لأنها عمرها ما شافت أخوها مرتاح. لما سمعت مين كانج اللي قالته سوجين انصدمت جدا. كملت سوجين وقالت لها إن أبوهم كان دايما من هم صغيرين كان عايز أخوها دايما يكون هو الشخص المثالي، عايزه هو اللي يدير الشركة بعده. أبوهم كان راجل طماع جدا، بس طمعه كان أكبر من قدراته العملية، وأكيد جدهم كان عارف كل ده. علشان كده كان بيحاول دايما الأب إن هو يقوي مكانته من خلال ليسيو، وعلشان ليسيو بيقدر إن هو يحقق التوقعات كان دايما بيسعى بكل جهده عشان ينال اعتراف الجد، حتى لو كان لازم يشتغل بجهد كبير. ولما بقى عنده 20 سنة ظهر جون سيوب، ودلوقتي بقى معروف بالتاي جون سيوب. بصت سوجين لمين كانج وسألتها إذا كانت تعرف قصة ابن عمها جون سيوب. ردت مين كانج عليها وقالت لها إنها تعرفها، يمكن لأن هو كان موضوع شائع جدا في الوقت ده، بس برضه ما تعرفش كل حاجة. حكت سوجين لمين كانج وقالت لها إن تايسي هوان كانت البنت الصغيرة رئيس مجموعة سيكي. البنت دي وقعت في حب لاعب كرة طايرة مش معروف، وهربوا هما الاتنين لأمريكا، ومن ساعتها اختفت ومحدش عرف عنها حاجة. وبعد 20 سنة من اختفائها انكشف مكان ابنها مع خبر وفاتها. حكت لها سوجين إن بعد وفاة عمتها اللي كانت مختفية في أمريكا بسبب اللوكيميا، جدها قبل جون سيوف في العيلة لأن هو ما كانش عنده مكان تاني يروحه، وكمان تم منح لقب تاي لجون سيوب. في نفس الوقت ده ليه كان فاكر إن هو الوريث الوحيد. الوضع ده كان صعب جدا على ليه عشان يحافظ على مكانته. ضحى بشبابه وعاش حياة تعيسة، بس مؤخرا أكتر من نص الشركة اتاخدت منه وراحت لجون سيوب بسبب غلطة أبوها، ومن ساعتها حياة أخوها اتقلبت من فوق لتحت. استغربت مين جانج من القصة اللي هي ما كانتش تعرفها خالص. ليه سيوب بالنسبة ليها كان مجرد أمير بيفكر في نفسه بس باين الناس استعجلت في الحكم عليه. كملت سوجين إن هو كمان ما عندوش وقت للراحة، دايما بيقعدوه بيخلوه يشتغل. أكيد أخوها حاسس بتوتر كبير بسبب ده. ردت عليها مين كينج إن ده شيء محزن جدا. استغلت سوجين الفرصة دي ومسكت ايدها وقالت لها انت ما تعرفيش انا مطمنة قد ايه لان انت جنب اخويا. راحت بصت سوجين لمين بنظرة توسل وسألتها اذا كانت ممكن تناديها اختها. اتأثرت مين كينج جدا بالنظرة دي لانها فكرتها باخواتها التوأم، وسألت سوجين مين اختي نقدر نعمل ايه عشان اخويا المسكين ده. هو غبي بعد كل الوقت ده اخيرا عنده يوم عطلة، وبدل ما بيستمتع بيها بيشتغل في المستشفى. مش عارفة اعمل ايه معاه. ردت عليها مين ما تعيطيش. سألتها سوجين تعمل ايه وهي بتبصلها بنظرة توسل اكتر من المرة الاولى. نظرتها دي خلت مين تتأثر جدا. وهنا بقى اكتشفت سوجين ان مين من النوع الضعيف قدام الستات اللي بيبكوا. ردت عليها مين بصوت حازم انها اكيد هتلاقي طريقة. سوجين كانت متحمسة جدا وقالت لها انت افضل اخت على الاطلاق. وبعد دقايق كان السواق كين متحمس جدا وهو بيسوق العربة، ان المرة دي مختلفة تماما. دلوقتي الامر بيتعلق بالخروج للنزهة.
فجأة لقى ليه نفسه خارج معاهم. استغرب ليه وقال لهم هم رايحين فين، وليه أساسا هيسيبوا الشغل ويخرجوا. ردت عليه مين إن العالم العظيم إسحاق نيوتن اكتشف قانون الجاذبية وهو قاعد تحت شجرة تفاح، والرياضي ديكارت اكتشف كمان نظام الاحداثيات وهو نايم على السرير بيتفرج على الذباب على السقف. الراحة المناسبة مش بس بتساعد على التخلص من الملل، لأ دي كمان بتزود الإنتاجية والإبداع. دي مرتبطة جدا بأداء الشغل، فما تخافش انت مش بتضيع وقتك. أنا كمان كمين كانج السكرتيرة الشخصية للمدير التنفيذي لسيوب هبذل كل جهدي عشان أضمن إن هو يرتاح تماما. لما شاف ليه إن هو ما كانش عنده خيار غير إن هو يروح معاهم، استسلم وقال لهم زي ما تحبوا، بس أنا كنت محتاجة أنام كام يوم كده وبعدين هرجع الشغل تاني. عشان كده أنا مش فاهم هو ليه كان لازم تعملوا الخروجة دي، موضوع مزعج جدا وغير منطقي. بصت عليه مين ولاحظت إنه رغم اللي هو قاله ده وكل الشوكة اللي هو عمال يشتكيها دي، كان واضح جدا إن هو متحمس جدا للخروجة دي، وده بالنسبة لها كان شيء لطيف جدا. من ناحيتها كانت حاسة بالذنب لأنها خلته يشتغل كتير الفترة اللي فاتت، فبما إنهم بقى في الطريق كانت بتتمنى بجد إن هو يستمتع بالعطلة دي. أتمنى تكون الملخص عجبكم. استنوني في البارت الجاي، مش هتأخر عليكم. باي.